جبتي هذا الحوت وبغيتي طيبوه بطريقه مميزه مختلفه وماشي بحال العاده في الطاجين او مقلي، اجي معايا نوجدوا هذه الوجبه للغداء او للفطور اذا كنتي صايمه. كتجي جد بنينه لذيذه سهله وبلا عجينه بلا روينه، شهيوه يا سلام. غادي ناخذ كميه ديال الحوت، انا استعملت هنا الرابيل من الفصيله ديال لالوط. ممكن تستعملوا لالوط، ممكن تستعملوا الكوربين، اي هبره توفرت عندكم ديال الحوت وما بغيتوش تضيعوها انكم تاكلوها مقليه عامره زيوتات. اجي نوجدوها بهذه الطريقه. غادي نقطعوها قطع اللي تكون كبيره شويه على قطع ديال اللحم او ديال الدجاج. ما نساوش الاكيد فحال كل فيديو نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي مازال ما اشتركت معايا مرحبا بك اختي، اشترك، دخل القناه فيها وصفات سهله وبنينه. كذلك اذا بقى ما عملتي واحد اللايك، اعمل واحد اللايك كيشجعني باش نزيد ننزل معكم المزيد. اللايك ديالك كيخلي ايضا اليوتيوب يقترح الفيديو على شخص اخر، يعني الا عملتي لي لايك الفيديو غيتقترح مره اخرى على شخص اخر. غادي نزيد عليها عصير الحامض. هذا الحوت ما كيكون فيه لا دم لا شوك ولا زفره، كيكون بنين بزاف. ولا انا كيعجبني الحوت وحده فيهم، خليوا لي في التعاليق واش هو بنين بزاف ولا انا كيعجبني الحوت اكثر من القياس. هنا عصرت عليها واحد نص حامضه، وغادي نضيف واحد نص بصيله متوسطه. الا كانت عندكم شي شغلات صغيره قطعوها هكا رقيقه كما كيبان معكم في الفيديو. غادي ناخذ سنينه وحده ديال الثوم، من الافضل تدقوها ولا يعني تهرسوها ماشي غير تحكوها تبقى هكا بالخيوط. وغادي ناخذ شويه ديال الشبت، هذاك الربيع ديال البسباس اللي كيكون في الراس ديال البسباس، حيت ما عنديش القزبر والمعدنوس. الا كان عندكم المعدنوس ضيفوه او القزبر، من الافضل المعدنوس. الا كان عندكم ضيفوا كميه محترمه. انا ضفت هنا غير هاد شويه ديال الشبت اللي قطعته رقيق رقيق بهذا الشكل، حيت ما كانش عندي الربيع الاخر. المهم ندوزو للتوابل. غادي نحتاجو شويه ديال الابزار. غادي نحتاجو في الاول الثومه بودره، واخا عملت هذيك السنينه ديال الثومه صغيره. هنا كميه تبارك الله ديال الحوت عندي، فضيفت واحد معلقه صغيره ديال بودره الثوم، حتى هي كتعطي المذاق ديالها صراحه زوين على المذاق ديال الثومه طريه. ما كانتش ما تضيفوهاش، انا ماشي كل مره كنضيفها للامانه. كنضيفوا ايضا الابزار، سكينجبير، الخرقوم ما كانش باقي لي، ضفت واحد النتيفه، واحد راس معلقه نسمه ما كانش باقي لي الخرقوم. ممكن جاو بنانين بلا به، ممكن تضيفوه ممكن ما تضيفوهش على حسب اللون. غادي نضيف كذلك سكينجبير، شويكيكه او معلقه صغيره ديال القزبور يابس، راس معلقه ولا نص معلقه صغيره. هادشي كنهضروا على معلقه صغيره مره، وكيبقى على حسب الكميه ديال الحوت اللي عندكم ديال الكمون. واكيد واحد نص معلقه صغيره اولا معلقه صغيره ممسوحه ديال التحميره. ممكن تضيفوا ازير الا كان عندكم، الزعتر الا كانت طريه حتى هي كتجي بنينه. انا عملت هنا غير زعتر او سحتر ناشف هو اللي كان عندي، ضفت شويه منه. الاكيد الملح، وغادي نزيد رشه ديال الحامض، وغادي نزيد زيت الزيتون، شويه ديال زيت الزيتون. المهم هنا الفيديو ماشي التوابل، انا كنهضر بالزربه، ولكن التوابل هما انا كنحطهم هنا امامكم. غادي نخلط هاد المكونات كاملين مزيان مزيان مع بعضياتهم حتى يتجانسوا. و يعني استعملت الملعقه من بعد ما بان لي ما غاديش تخلط مزيان ونستعمل يدي. غادي نخلطو مزيان مزيان، ومن بعد نغطيه ببلاستيك الغذائي ونخليه في الثلاجه مرقد. كل ما خليناه كل ما مزيان، ساعه ساعتين. بالنسبه للحوت دغيا كيتشرب دغيا كيمتص التوابل، ماشي بحال الدجاج ماشي بحال اللحم، دغيا كيتنكه بهاد المكونات هادو. فمن بعد جبدتهم وعملتهم في القطبان او في لي بروشيت. عملت معاهم الفلفل الالوان، ممكن تعملوا حتى مطيشه سوريز الا ما بغيتوش يعني يكونوا صحيين اكثر. انا عملت هكا باش نتناول الخضر، وحتى ولادي كيعجبوهم الفلافل بالخصوص، فكثرت من الفلفله. نتوما الا ما عزيزاش عليكم الفلفله ممكن تعملوا غير الحوت كيجيو بنانين خطيرين، اللي كيذوقهم كيحمق عليهم بشهاده الجميع. انا خلطت بالمعلقه بان ليا ما غاديش يتخلطوا، من بعد رجعت خلطتهم بيدي هكا باش تاكدت انهم التوابل يعني جاو عليهم كاملين. ومن بعد شويتهم في هاد الشوايه الكهربائيه، ممكن تشويهم على الفحم، ممكن تدخلوهم الفران على حسب فين ما بغيتو تشويهم. كيجيو بنانين سواء في المقله بحال هكا او لا فوق الفاخر اللي بغيتو. وجبه خفيفه ظريفه للغداء او للفطور الا كنتو صايمين، او لشهيوه رمضان في المائده الرمضانيه ديال الفطور. هنا بقى لي الا نقول لكم خليتكم على خير، تلقى بكم فيديو مقبل. بسلام عليكم.